1-0 عن طريق بيتر تشالوليلي. الترجي ينهزم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام سان داونز هناك في اللوفتس فيرسفيلد ستاديوم في بريتوريا. نتيجة وفات 1-0 للماميلودي اللي بصراحة مش كارثي على الترجي، أما المردود والمستوى الهزيل هو اللي كان كارثي في أول جولات الكنزارية مع المكشخة. به نبداو نحكيو في الطرح، وقبل كل شيء خلينا نكونوا متفاهمين ليسبيرانس ما عملت حتى شيء في الماتش، وكما قال شوالي في الاخر جون جاك ندالا صافرة النهاية لمباراة الترجي التونسي. توا دقائق تحكي لي على الثانية كانوا تشعمل. الفرصة الوحيدة للترجي كانت دقيقة 64. سيري يمشي انساس تمشي بالراس خطيرة، شوت كورة وفرصة كبيرة ضاعت على الترجي الرياضي، واللي ما كانش حتى مؤثرة وما شكلتش خطر على ويليامز حارس سان داونز ومنتخب ساوث افريكا. الاستحواذ كان واضح بفرق كبير للسان داونز بنسبة 80% و20% للترجي، وكانوا يتحكموا في التيمبو كما يحبوا، ولولا تفانيهم في إضاعة الفرص النتيجة كانت تكون أكبر من 1-0. ورغم هذا نشوفوا اللي البونت الوحيد تضرب فيه الديفونس متاع الترجي بسهولة. طويل الكرة خطيرة، هذه الكرة حذاري بالراس خطيرة، والهدف الأول لجنوب أفريقيا. المكشخة كان واضح مبتغاه في المباراة جاية اليوم باش ما تخسرش، أما صعيب تقعد مركز دقيقة كاملة وانت تدافع، خاصة من فريق اللي شد كرة بريسك طرح كامل. هذه كانت تشكيلة الاسبيرونس والتقييم متاعهم، وانا بقالي كان باش نقول لكم ما تنساوش لايك والسبسكرايب، ونشوفكم بخير في الفيديوهات الجايه.